اعزائي بما ان خلاص كده الاسبوع الكروي خلص، فقلت بقى كده لازم اجيب لك اهم واغرب الاحداث اللي حصلت في خلال الاسبوع. للاسف ريال مدريد بيخسر 4-0 من برشلونه، والنتيجه كانت ممكن تخلص اكبر من كده بكتير، بس يعني الحمد لله ربنا سترها. وليفربول بيتعادل مع ارسنال 2-2، وخلاص السيتي بيركب الدوري، وايريك تين هاج مكمل في الضحك اللي بيقدمه وبيخسر من ويست هام 2-1، وكالعاده بالمر بيتالق مع تشيلسي وبيكسبوا نيوكاسل 2-1. فيعني هنتكلم النهارده على اهم احداث الاسبوع وكمان اغرب اللقطات اللي حصلت واللي انت كمان ما خدتش بالك منها. فيعني بقى سريعا قبل ما نبتدي ما تنساش تنزل تعمل لايك، يعني عايز تنزل دلوقتي حالا تكسر لي زر اللايك في السريع. لو مش عامل اشتراك تعمل اشتراك حالا، شكل بقى عليك فعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك اي فيديو جديد. ويلا بينا خلينا كده نبتدي مع الدوري الانجليزي، وبعدين نبقى نروح للكلاسيكو اللي فيه كلام كتير جدا لازم يتقال فيه، وكمان في شويه تفاصيل اعتقد انك ما خدتش بالك منها هنجيلها في اخر الحلقه. السيتي بيكسب ساوثهامبتون 1-0 بقياده هداف الدوري الانجليزي ايرلينج هالاند. يعني بص سيبك من الماتش كله واتفرج على الجون بتاع ايرلينج هالاند، اتفرج اللاعب دوت وصل لمرحله عامله ازاي. تخيل كده تبقى قاعد على رجل المدافع وبيتسجل جول، والاسبوع اللي قبليه في دوري الابطال تسجل جول من بتوع جوان ابراهيموفيتش. انت متخيل اصلا كده المدافع ماسكه ازاي؟ ومتخيل كده هالاند وهو بيقع بيحط رجليه في الكوره عشان خاطر تخش جول في الستة يارده الكلام ده كله. يعني بصراحه الموضوع صعب بجد، فكره ان يجي لك نص فرصه وتسجل منها تعرف مدى التطور اللي بيحصل للاعب، بعيدا يعني ان هو ضيع انفراد في اخر الماتش بس الجون دوت يشفع له. وللاسف يعني مع غياب كيفن دي بروين الكوره ما بتوصلش لايرلينج هالاند كتير. لاعبين نص الملعب والاجنحه بتاعت الفريق بيلاقوا صعوبه كبيره جدا ان هم يوصلوا الكره لهالاند، فعشان كده تحس ان عطاء هالاند التهديفي بقى قليل في الفتره الاخيره دي جدا. بعيدا عن الهدف واداء ايرلينج هالاند، مانشستر سيتي الثالث ماتش ليه على التوالي في الدوري بيكسب بفرق هدف واحد بس، ودي في حد ذاتها حاجه غريبه جدا. هو بيكسب وفي ماتش زي وولفرهامبتون اللي قبل اللي فات جون ستونز بينقذك في الدقيقه 94، وفي الماتش دوت هالاند بيسجل الجون الاول في اول 5 دقائق، وبعديها طول ال 85 دقيقه الباقيين مش عارف تسجل الجون الثاني. فدي تعتبر بالنسبه لي مشكله كبيره جدا في السيتي، ولازم بيب يلاقي لها حل في اقرب وقت. انت عارف برضو على الرغم ان رودري مصاب، بس الواد كوفيزيتش والله العظيم يا جماعه ما اثر في حاجه. الواد عامل اداء مع السيتي في الفتره ديت مرعب بمعنى الكلمه، تحسه كده بدا يستعيد نسخه تشيلسي اللي خدوا فيها ساعتها دوري الابطال. فيعني بصراحه كوفيزيتش من اللعيبه اللي شايله الفريق في الفتره دي ولازم يتم الاشاده بيه. تشيلسي بيكسب نيوكاسل 2-1 بقياده الفتى المثلج كول بالمر. الواد يا جماعه بيعمل كي باس في الجون الاولاني اقسم بالله يجيب صداع. التمريره اللي عملها لبيدرو نيتو تفهمك مدى وعي كول بالمر اثناء الماتشات. كده كده هو عارف ان بيدرو نيتو سريع جدا، فان هو يحط له كي باس زي ده بعد الاستلام تحت الضغط والدوران، بعدها يا دوبك يلمح بيدرو نيتو ان هو بيجري ويرميها له بالظبط. فدي حاجه تفهمك ان بيب جوارديولا غبي ان هو يسيب لاعب زي دوت يمشي من الفريق بتاعه. بصراحه لعيب جميل قوي والكي باس اجمل عشان خاطر بيدرو نيتو بعد كده يعمل اسيست لجاكسون وجاكسون يسجل الجون الاولاني. لاعبين تشيلسي بيستخلصوا الكره في نص الملعب والكره بتروح لبالمر ويجري بالكره ناحيه رجليه الشمال ويطلع تسديده. انا ما زلت لحد دلوقتي مش فاهم هي الكره راحت في الضيقه ازاي، ومش فاهم برضو الكره دخلت الجول ازاي. ما دي حاجه برضو ما تخشش العقل. اذا كان حارس نيوكاسل يعتبر واقف في الزاويه الضيقه، فالكره تقرر تخش من نفس الزاويه اللي هو واقف فيها. يعني حاجات كده غريبه بتحصل ما تفهمش هي ازاي حصلت، وبرضو ما تلاقيش ليها اي تفسير. الفكره بقى الاغرب ان في الدقيقه 74 النتيجه طبعا كانت 2-1 لتشيلسي، فالواد ايزاك بيجي له انفراد وبيقرر يرقص حارس تشيلسي، وفعلا بيرقصه. المهم بقى بعد ما رقصه عمل ايه؟ كان قدامه بالظبط اختيارين، يا اما يحط الكره في الجون يا اما يعمل الباص لجوالينتو، وفي كلا الحالتين يعتبر بالنسبه له القرار سهل. بس يعني ما تفهمش اللاعبين احيانا بتاخد بعض القرارات الغبيه في الملعب، فيقوم ايزاك مقرر يرقص اللاعب تاني. طب ما انت لسه مرقص الجول، لازم يعني ترقص اللاعب اللي واقف في الجول عشان بعدها على طول الكره تتقطع منه وتطلع بره. فانا بصراحه بالنسبه لي دي واحده من اغرب اللقطات اللي ضاعت في خلال الاسبوع الكروي. كان زمانه بعد الكره دي كان متعادل، بس يعني هي الكره دايما بتقف على شويه تفاصيل صغيره، تفاصيل من بعض اللاعبين يا تكسب فريقك يا تخسر فريقك. اليونايتد بيخسر من ويست هام 2-1 ويا عيني عليه نزل للمركز ال 14. اليونايتد السنه دي شكله هينافس على الهبوط، الاداره لسه بتعاند مع الجماهير ولسه تين هاج ماسك الفريق. بص بعيدا عن الخساره اليونايتد في الشوط الاولاني عامل تقريبا واحد من اجمل الاشواط ليه من بدايه الموسم. حتى يعني دييجو دالوت بيجي له شبه انفراد ايه بس يا جدع، دييجو دالوت بيجي له انفراد وبيقرر يرقص الحارس وفعلا بيرقصه. طيب وما بعد انك ترقص الجول؟ الطبيعي جدا انك تحطها في الجول. لا بقى دييجو دالوت عمل حاجه اغرب من المتوقع، اسوأ من كره ايزاك. على الاقل يعني كره ايزاك كانت متطرفه شويه، انما ده قرر يسيب الجون كله ويطلع الكره للجماهير. مش عارف الكور دي بتضيع ازاي. انا عارف ان احيانا بيبقى ضغط على اللاعبين، بس يعني مش لدرجه ان الجون يبقى فاضي قدامك وتطلعها بره خالص. عامه برده في الماتش اللي قبل ده قلنا انا كان عامل اسيست برده لدييجو دالوت، وبرده نفس اللاعب بيروح انفراد وبيضيع. بما انك يعني بتروح انفرادات كتير يا عم دالوت، ليه ما بتتمرنش شويه على الجون؟ ليه يعني ما بتتعلمش انك تجيب اجوان؟ ما انت اقنعني. انفرادين
في ماتشين ورا بعض، والمره دي انت مرقص الجول ومش عارف تحطها. بس يعني استحقاقا للحق اليونايتد ضيع كور كتير جدا في الشوط الاولاني، جايب عرضتين وفابيانيسكي بيعمل واحد من اجمل التصديات في خلال اسبوع. تخيل حارس عنده 39 سنه وتبقى ردة فعله بالسرعه ديت في كوره زي دي. صراحه بالنسبه لي ده افضل تصدي في الاسبوع وتتحسب لحارس كبير زي ده. لولا بصراحه فابيانيسكي كان زمان مانشستر يونايتد اقل حاجه كسبانه 3-4-0، وده كله في الشوط الاولاني بس. بعد كده الشوط الثاني بيبدا واليونايتد بيلبس جون عشوائي جدا، وبعديها بمفيش اليونايتد بيجيب واحد من اغرب اهداف الاسبوع. الكره هوائيه بتتلعب لدييجو دالوت، ودالوت يا دوبك بيلحقها بدماغه عشان يلعبها بالعرض، والكره تروح على دماغ الواد زكريا ويقرر يحطها في الجون. بس الكره بتلاقي دماغ ثالثه في الطريق، دماغ كاسيميرو. وسبحان الله رغم ان في 4 لاعبين واقفين في الجون من حارس و3 مدافعين، الكره تقرر تخش جون. 3 رأسيات اغرب من بعض في مرمى في 4 لاعبين. عشان كده انا بقول لك هو اغرب هدف في الاسبوع. انا برضو ما زلت مش فاهم ان الواد زكريا دوت قصده يحطها في الجون ولا قصده يلعبها لكاسيميرو، بس انا بصراحه بالنسبه لي شايف ان هو بيحطها في الجون. يلا يا ارزاق. وسبحان الله بيلبسوا ضربه جزاء وبيخسروا الماتش. ليفربول بيتعادل مع ارسنال 2-2 وللاسف بيخسر صداره الدوري. جون اولاني جميل جدا من ساكا بيغلط فيه روبرتسون اللي يعتبر بالنسبه لي واحد من اسوأ اللاعبين في ليفربول من بدايه الموسم. تحس اللاعب تايه جدا كده من بدايه الموسم وعليه كميه غلطات غريبه. وحتى يعني موضوع الاسيستات اللي كان مشهور بيها او الكره الهجوميه بشكل عام تحسه السنه دي مش في الفورمه بتاعته. ويجي بعدها على طول فان دايك يسجل جون التعادل والماتش يفضل متكافئ شويه ما بين اللاعبين، ويجي الواد الرخم اللي اسمه مورينو ده يسجل رأسيه غريبه جدا، وفان دايك بيكسر التسلل بطريقه غريبه جدا عشان ارسنال يبقى متقدم في الماتش 2-1 لحد الدقيقه 80. فالكره تروح للواد داروين مايونيز وصلاح يخش لعمق الملعب، وبعدها داروين نونيز يعمل اسيست لصلاح وصلاح يسجل. سيبك من ده كله، ركز على الباص بتاع داروين مايونيز. تحسه ان هو اصلا مش قادر يدي الباص، او تحس ان هو كان هيقع وهو بيدي الباص، او تحسه برده ان هو ما كانش عايز اصلا يدي الباص لصلاح، فالكره خارجه من رجليه وتحس ان هو كان هيقع بعديها. بس يعني الحمد لله بعد ده كله الكره وصلت لصلاح وصلاح سجل جول عشان الماتش يخلص تعادل ما بين الفرقتين. وللاسف الصداره تروح لمانشستر سيتي. طبعا كلكم عارفين السيتي لما بيركب الدوري اللي بيحصل، بس يعني الموضوع لسه بدري عليه جدا، والسيتي السنه دي مش زي الموسم اللي فات خالص. فخلينا نشوف كده الاحداث مخبيه لنا ايه. توتنهام بيخسر 1-0. وللاسف ما اتفرجتش على الماتش، بس معلش يعني انت بتلعب كريستال بالاس المركز ال17 في الدوري، فلما يكسبك دي تبقى حاجه بالنسبه لك وحشه جدا. فيعني تحس توتنهام كده السنه دي ماشي على سطر وسايب سطر. يلا نيجي بقى لاهم حدث في الاسبوع. للاسف ريال مدريد بيلبس 4-0 في سانتياغو برنابيو من غريمه التقليدي. انا بجد مش عارف ابتدي منين، بس يعني حاسس ان الريال يستحق ان هو كان يلبس 4، وبالاخص في ماتش زي برشلونه. حاجه كده تفوق الاداره وكارلو انشيلوتي ان في كوارث في الفريق وانتوا الاثنين ما زلتوا مستمرين عليها. انا مش فاهم بنكابر ليه. ما زال كارلو انشيلوتي مش عارف يلاقي توظيف كويس لكيليان امبابي. ما زال برضو كارلو انشيلوتي عنده كارثه في نص الملعب ولغايه دلوقتي مش لاقي لها حل. ما زال كارلو انشيلوتي من بدايه الموسم عمال يجنن افضل لاعب ليه الموسم اللي فات بكميه تغيير في المراكز بتاعته غريبه. بلينجهام لو تفتكر كده ماتش بروسيا وريال مدريد، الماتش اللي احنا عملنا فيه ريمونتادا، انا عايزك تفتكر كده مين اللي كان بيلعب في نص الملعب. تشواميني وكامافينجا وفالفيردي، الثلاثه موظفين حرفيا. الثلاثه كده ما فيهمش لاعب كرييتيف، لاعب مبدع كده يعرف يعمل الباص السليم اللي يكسر بيه اي اوفسايد، او حتى يعمل تمريره مباشره يضرب بيه خطوط الدفاع بتاعه الفريق الخصم. هيقرر كارلو انشيلوتي بادئ بيهم هم الثلاثه في ماتش الكلاسيكو. بص انا اول غلطه بالنسبه لي فالفيردي بيتالق بس ناحيه اليمين وهو بيلعب نص ملعب مايل ناحيه اليمين، فليه من الاساس ادخله في نص الملعب واودي بيلينجهام مكان فالفيردي؟ انا برضو ما زلت مش فاهم من امتى بيلينجهام بيلعب نص ملعب مايل ناحيه اليمين، او من امتى بيلعب جناح عشان في ماتشين ورا بعض تعمل فيه المشكله دي. بيلينجهام دايما بيتالق تحت المهاجم على طول، فليه العك ده كله؟ ليه معلش واحد زي لوكا مودريتش ما يبداش الماتش؟ ده اللاعب الوحيد اللي عندك اللي يقدر يعمل لك باصات يكسر لك بيها التسلل اللي بيعمله برشلونه، فتقوم بادئ لي كامافينجا وتشواميني وجنبهم فالفيردي ومودي بيلينجهام على الطرف. طب حتى ابسط حاجه كنت خلي بيلينجهام تحت مبابي وفيني، ما تميلهوش ناحيه اليمين. كوارث بصراحه انشيلوتي كان عاملها في الماتش، وحاسس يعني ان هو كفايه عليه قوي كده في ريال مدريد. بص كده الاربع تجوان كلهم احلى من بعض. الجون الاولاني فيه ابداع من كاسادو، لاعب لسه عنده 21 سنه بيعمل الاسيست اللي بقول لك عليه، بيعمل الاسيست ليفاندوسكي اللي كنت لسه بقول لك عليه مفيش حد في ريال مدريد عارف يعمل الباص ده. لاعب لسه طالع من لاماسيا اول امبارح، عملوا في شويه مدافعين ولاعبين بقالهم 3-4 سنين بيلعبوا في ريال مدريد اساسيين. وبرده الجون الثاني الكي باص بتاع فرانكي دي يونج الاولاني اللي هو بالاصح كده حرد الكوره في مساحه فاضيه لبالدي، عشان كده بالدي سريع فيقرر يروح ويعمل العرضيه. وللاسف برده ما زال دفاع ريال مدريد نايم وفي كوارث، وليفاندوسكي واقف لوحده خالص وبيسجل الجون الثاني. وبعدها على طول ليفاندوسكي بيضيع الثالث والرابع، كره جون فاضي بيحطها في العارضه والكره الثانيه بيوديها للجماهير. بص لحد دلوقتي النتيجه كانت 2-0 بس،
بس نزل مودريتش في الملعب هيقوم عامل لك اول اسيست لبيلينجهام. الكره اللي هي كانت ضربه ثابته اللي بيلينجهام استلمها على صدره وفي الاخر الجون كان فاضي بالنسبه له وراح يتزحلق، سيبك منها. برده عمل اسيست لكيليان امبابي وفي الاخر كيليان امبابي ضيعها وانياكي بينيا صدها. فالكورتين دول بالظبط لو كانت كره واحده بس منهم دخل الجون كان الموضوع اتغير خالص. فيجي بعديها الواد جميل جمال يحط واحده جميله جدا برجليه اليمين عشان يفاجئ كل اللاعبين بعد كده ان هو بسم الله ما شاء الله بجد عنده رجل يمين صاروخ بمعنى الكلمه، ويقدر كمان يستخدمها في اي وقت. سبحان الله يوم ما جه يستخدمها بيستخدمها قدامنا. يلا الحمد لله. وطبعا مش هتكلم على الجون الرابع عشان يعني كلكم عارفين الكوارث اللي عاملها اصلا لوكاس فاسكيز في اخر ماتشات ليه مع الريال، بعيدا يعني عن الجون اللي هو جايبه في روسيا، بس هو يعني بيعمل كوارث دفاعيه مش فاهم انشيلوتي صبر عليها ليه لغايه دلوقتي. فيعني الحمد لله ان الريال خسر عشان خاطر اللاعبين تفوق شويه والاداره كمان تفوق شويه، ولازم كلهم يراجعوا نفسهم. ماتش زي ده يفوقك شويه من هنا لنهايه الموسم. ماتش زي ده باين لك كل الكوارث والمشاكل اللي عندك في الفريق، ومش كل مره هتعمل ريمونتادا وهتكسب فيها. فاتمنى يكون انشيلوتي اتعلم الدرس، واتمنى برضو الاداره تعمل صفقات في الانتقالات الشتويه اللي جايه عشان تحل بعض المشاكل اللي موجوده في الفريق. في النهايه ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك اي فيديو جديد، واشوفكم الحلقه الجايه. سلام عليكم.